في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. ناتاشا بتبحث عن أبوها بندر اللي اختفى منذ فترة، وبتروح تسأل عليه في عنوانه من آخر جواب أرسله لها، وبيقول لها جاره أليجا إن أبوها ترك البيت منذ فترة طويلة وكان عليه إيجار متأخر، وكان حالته المالية صعبة جدا، وبيدلها على مكان لمساعدة المشردين وبيقول لها ممكن تلاقيه هناك. بتوصل ناتاشا للمكان وبتعرف إنه مش هناك، وبتدخل حانة وبتتصل بأمها وبتفك الفلوس اللي معاها عشان تضع عملات معدنية في ماكينة التليفون، لكن بيراقبوها مجموعة من اللصوص وبيشوفوا الفلوس اللي معاها. بيجلس في الحانة شخص اسمه بيدرو وبيشوف عيون اللصوص على فلوسها وبيعرف اللي هيحصل. بيخرج خارج الحانة عشان يراقب اللي هيعمله اللصوص معاها، وبعد ما بتنهي مكالمتها بتروح عشان تركب سيارتها وتمشي. بيجيلها اللصوص وبيهاجموها وبياخدوا منها شنطتها، وبيقول لهم بيدرو يتركوها ويدوها شنطتها ويمشوا، لكنهم بيشيروا سكينة عليه، وبيركبها بيدرو سيارتها عشان يتصرف معاهم، وبيبدأ يهاجمهم بكل قوة وبيوجه لهم لكمات وركلات سريعة وقوية جدا، وبيدفع واحد منهم على عمود، وبيحاول واحد يطعنه بالسكينة، وبيستغل اندفاعه بضربة بركلة خلفية وبيدفعه داخل الشباك الزجاج اللي بينكسر عليه، وبيندفع داخل الحانة. وبتشاهد ناتاشا قوة ومهارة بيدرو في ذهول، وبيروح يديها شنطتها اللي خدوها منها وبيقول لها ما تبقيش تظهري فلوسك في أماكن عامة. بتروح ناتاشا تبلغ البوليس عن فقدان أبوها، وبتقول لها الشرطية ماري إنهم هيبحثوا في كل مكان وهيبلغوها، وبتقول لها تحاول تبحث عنه في الملاجئ الخيرية أو المخيمات اللي في الغابة، وبتنصحها إن لازم يكون معاها شخص يعرف طرق البلد عشان يساعدها. بيجي بيدرو في بالها فورا وبتقرر تستعين بيه في البحث عن أبوها بندر، وبتروح تسأل عليه في الحانة اللي كانت فيها، وبتعرف إنه بيعمل في المينا، وبتروح تشوفه وبتعرض عليه يساعدها في العثور على أبوها في مقابل إنها تديله $100 في اليوم، لكن بيدرو بيعتذر لها لأنه هيسافر في عمل. بينادي القبطان عليه عشان يطلع للسفينة، لكنه بيلاقي بيدرو مديون بمبلغ $217، وبيقول له مش هتسافر إلا إما تسدد دينك، وبيقول له خد وقتك وهنتظرك في يوم آخر. وبيقرر بيدرو يعمل مع ناتاشا لمدة يومين عشان يدفع المبلغ المدين بيه ويسافر، وبيقول لها هاخد $217، وبتفرح ناتاشا وبياخدها معاه في رحلة البحث عن أبوها. وبيعثروا على شنطة أبوها في مبنى مهجور، وبتلاقي فيها كل جواباتها اللي أرسلتها له، وبتعرف إنه كان مشرد في الشوارع بدون أي مأوى، وبتتأثر بشدة. وبيلاقوا في حقيبته منشورات دعاية كان بيوزعها لشركة دعاية كان بيعمل عندهم، وبيعرف بيدرو صاحب شركة الدعاية وبياخدها عشان يقابلوه، وبتسأله عن أبوها بندر اللي كان بيعمل معاه، لكنه بيظهر عليه الارتباك وبيقول لهم إنه ما يعرفوش، وبيقول لهم إن العاملين عنده كتير وبيجوا وبيمشوا، لكن بيدرو بيعرف من طريقة كلامه إنه بيكذب. وبيجي شخص اسمه بيك وبينظر لبيدرو وناتاشا باهتمام، وبياخدها بيدرو وبيمشوا، وبتقول له ناتاشا واضح إن صاحب شركة الدعاية بيكذب ولازم نرجع له تاني، لكن بيدرو بينصحها يتصرفوا بذكاء عشان يعرفوا الحقيقة. بيجي ضابط شرطة عند سيارتها وبيقول لها إنهم عثروا على جثة أبوها، وبيعرفوا من الشرطة إنهم عثروا على جثته في مبنى مهجور بيشتعل، وإن رجال المطافي هم اللي عثروا على جثته. وأثناء نوم ريندل صاحب شركة الدعاية بيجيله شخصين وبيضربوه، وبيقول له شخص اسمه إيميل أنت قلت لي لما جيت لي إن بندر كان شخص وحيد بدون أي أسرة، وبيضربه تاني لأنه بيعتقد إنه خدعه وكذب عليه. وبيتضح إنهم عصابة مكونة من مجموعة من الصيادين المسلحين بيقوموا بالاتفاق مع الفريسة اللي بيطاردوه إنه هيحصل على مبلغ كبير إذا نجح في الهروب من الصيادين، وبيختاروا شخص بدون أسرة عشان لما يموت مفيش حد يبحث عنه، ويتجنبوا المشاكل مع الشرطة. والعصابة بتتبع منظمة إرهابية كبيرة، ولعبة الصيد اللي بيلعبوها هي عبارة عن تدريب على عمليات الاغتيالات اللي بتقوم بيها المنظمة. وبيتضح إنهم اتفقوا مع بندر على إنه يكون الفريسة للصيادين، ووافق بسبب ظروفه المادية الصعبة، وبيطردوه في لعبة الصيد
لكنه في النهاية بيسقط في إيديهم وبيموتوه. والغريب إنهم بعد ما ضربوا راندل بيديله إيميل فلوس وبيقوله عاوزك تجيب لي شخص تاني عشان لعبة صيد جديدة، وبينبهه إنه لازم يكون بدون أي أسرة، وبيحذره يغلط أو يخدعهم تاني وبيمشوا. بيتحرى إيميل عن شخصية بيدرو وبيعرف إنه كان ضابط في البحرية الأمريكية، واكتشف في أحد السفن شحنة مخدرات كبيرة، وكان قبطان السفينة على علم بالمخدرات فطرده من البحرية الأمريكية. وبيطلب من بيك يبعت 2 من رجاله يهددوه ويأمروه بالابتعاد عن مهمة البحث عن قضية مقتل بندر. وبيحقق بيدرو في الصور الخاصة باكتشاف جثة بندر، وبيلاحظ في الملف إن في ميدالية واحدة لكن بندر كان بيرتدي ميداليتين، وبيعرف إنهم كانوا المفروض يكونوا 2، وبيروح مكان اكتشاف جثته عشان يشوف الميدالية التانية، ولما بيروح بيلاقي في 2 بيراقبوه وبيهاجموه، وبيتضح إنهم من رجال إيميل وبيهددوه يبعد عن قضية بندر وبيهاجموه بشدة. وبتعتقله الشرطة بتهمة عبور حاجز الشرطة والدخول لمكان التحقيق، وبتقول له الشرطية ماري كنت بتعمل ايه هناك؟ وبيقول لها انه كان بيدور على الميدالية التانية، وبيقول لها انه عثر عليها وفيها ثقب اخترقها، والثقب اللي اخترقها بيوضح طريقة قتله بسهم من العصابة. راندل بيجيب ضحية الصيد التانية وهو أليجا اللي كان جار بندر، وهو شخص فقير أيضا، وبيقنعه راندل يكون فريسة في لعبة الصيد، وبيفهمه انه لو نجح في الهروب هيحصل على مبلغ مالي ضخم، وبيتأكد منه انه شخص وحيد بدون اي اسرة. وبيروح بيدرو لراندل وبيعرف منه مين الاتنين اللي هاجموه. وبتروح ماري لطبيب الفحص الجنائي وبتواجهه وبتطلب منه يشرح الجثة تاني، وبتقوله ان تشريح الجثة كان خطأ، وبتشكك في صحة فحصه وبتطلب منه يشرح الجثة تاني، وبيتضح انه بيعمل لحساب عصابة ايميل، وبيغير في تقارير الفحص الجنائي عشان يبعد اي تهمة قتل للضحايا. وبيجيله ايميل وبيحكيله ان الشرطة طلبوا منه تشريح الجثة تاني، وانه خايف من الشرطة تتهمه بالتستر على جرايمهم. بيخبط الباب وبيروح الطبيب عشان يفتح، وبيصوب عليه بيك المسدس الكاتم للصوت وبيموته بعد ما اصبح بيمثل تهديد ليهم. وبيوصل إليجا لإيميل وبيك عشان يتفق معهم يكون فريسة لعبة الصيد مقابل حصوله على مبلغ مالي ضخم إذا نجح في الهروب، وبيقنعوا إيميل إن ده الحل الوحيد أمامه عشان يتخلص من ظروفه الصعبة، وبيوافق إنه يجري لحد النهر، وإذا نجح في الوصول له هياخد المبلغ اللي اتفقوا عليه. وبيحضر رجال إيميل وبتبدأ لعبة الصيد، وبيبدأ أليجا في الهروب لحد النهر وبيجروا وراه، وبيسيبوا أحد رجاله في رجله وبيقع على الأرض، وبيقول له إيميل يقضي عليه لكنه بيرفض لأنه بيصعب عليه وبيقول له كفاية إنه اتصاب، وبيطردوه وبيقضي إيميل على الشخص اللي رفض قتله. وبيوصل أليجا للمدينة وهو بيجري منهم وبيستغيث بالناس لكنهم بيرفضوا وبيفتكروه متسول، وبيستسلم لرجال إيميل بعد يأسه من مساعدة الناس. وبيجي بيك وبيقضي عليه، وبياخد بيك الفلوس اللي ربطها حوالين وسطه وبيمشوا. بتوصل الشرطة لمكان جثته وبيشوفوا بيدرو. بيعرف بيدرو من ماري إن آخر مكان كان فيه أليجا هو كان عند راندل، وبيقرروا يروحوا له. راندل بيبدأ يلم حاجته عشان يترك المدينة ويسافر بعيد عن تهديد عصابة إيميل، لكن بيوصل له بيك وبيقضي عليه. وبيوصل بيدرو وماري وبيشوفوا بيك ورجاله وبيواجهوهم، وبيطلقوا النار على ماري وبتتصاب وبتموت، وبيهاجموا بيدرو وبيهاجمهم، وبيوقع بعضهم من فوق الموتوسيكلات، وبياخد ناتاشا وبيهربوا. بيطردوهم بالسيارات وبيقول لها بيدرو تسوق الموتوسيكل، وبيطلع مسدسه وبيواجههم، وبينزلها من الموتوسيكل وبيكتشف ان وقود الموتوسيكل بينسكب نتيجة انهم اصابوا خزان الوقود، وبيقرر يصدم الموتوسيكل بسيارتهم ويطلق عليه الرصاص وينفجر بيهم، وبيصدم الموتوسيكل بسيارتهم وبيطلق عليه المسدس وبينفجر بسيارتهم. بيجي إيميل وبيطلق الرصاص على بيدرو وبيختبئ خلف سور الكوبري. بيروح لناتاشا وبيقول لها تقفز من فوق الكوبري لكنها مش بتقدر، وبياخدها رغم عنها وبيقفز بيها من فوق الكوبري على أحد القطارات، وبينجحوا في الهروب من العصابة. وبيقول إيميل لبيك إن في فريسة صيد جديدة لكنها صعبة شوية، يقصد بيدرو. وبيجيب إيميل عدد أكبر من الصيادين وطيارة، وبيقول لهم إن اللي هيقدر يصطاد بيدرو ويموته هياخد $750,000، وبيتحمسوا للمهمة.
بيوصلوا وسط الغابات وبتتعب ناتاشا بشدة بسبب جريها معاه لأميال، وبتقف تستريح جنب شجرة، وبيقول لها بيدرو تغمض عينيها، وبيمسك بسرعة تعبان ضخم كان هيهاجمها، وبيوجه له لكمة بتفقده الوعي، وبيعلقه كفخ في شجرة للعصابة. بياخد بيدرو ناتاشا لعمه اللي بيعيش بالقرب منهم في الغابة، وبيعالج جروح بيدرو، وبيحكي له عن مطاردة عصابة لهم، وبيسأله هل عنده أي أسلحة، وبيجيب له بندقيته القديمة اللي كان محتفظ بيها عنده، وبياخد حصان من عنده عشان يمشي، وبيترك ناتاشا عنده عشان ما يعرضهاش معاه للخطر. وبيروح بيدرو لعصابة إيميل عشان يواجههم، لكن بتوصل العصابة للبيت وبيهاجموهم، وبيهرب عم بيدرو وناتاشا من الباب الخلفي، وبيطلق سهم عليهم بعد ما عمل لهم فخ من المتفجرات، وبتشتعل النار في بعض رجال إيميل، وبيشوفوهم بيهربوا بالحصان، وبيأمر بيك يهاجموهم، لكن إيميل بيقول لهم إن هدفنا في الصيد هو بيدرو، وبيشوفوا أثر حصانه في الأرض وبيتعقبوا أثره، وبيركبوا الطيارة وبيدوروا عليه في الغابة، وبيوصلوا لمكانه وبيطلقوا عليه الرصاص، وبيوصل بيدرو لمخزن قديم عشان يستخبى فيه، لكنهم بيوصلوا للمكان وبيحاصروه، وبيدخلوا المخزن يدوروا عليه، وبيبدأ بيدرو يهاجمهم، بيختبئ في أماكن بيهاجمهم فيها، وبيغير مكانه بسرعة وبيهاجمهم بشدة، وبتيجي ناتاشا وعمه عشان يساعدوه، وبيهاجمهم عمه بالسهام اللي معاه، وبترمي ناتاشا أسلحة لبيدرو عشان يهاجمهم، وبيلاقي بيدرو نفسه أمام بيك، وبيهاجمه وبيتبادلوا إطلاق الرصاص، ولما بيفشل بيك في إصابته بيرمي عليه قنبلة في المكان، لكن بيقفز بيدرو للخارج وبيهاجمه أثناء وقوعه على الأرض، وبيجهز بيك قنبلة عشان يرميها عليه، لكنه بياخدها منه قبل ما يفجرها، وبياخدها عشان يستخدمها ضد إيميل اللي أصبح مفيش غيره بعد موت كل رجاله، وبيحزن بشدة على بيك مساعده الأول، وبيهاجم بيدرو بشدة وبيطلق النار في كل مكان، وبيتضح إنه مخزن لألعاب نارية، وبيحترق المكان من كتر الانفجارات، وبيقول له بيدرو إيه شعورك بعد ما أصبحت أنت نفسك الفريسة في الصيد، وبيقول له إنه صياد وعمره ما هيكون فريسة. بتدخل ناتاشا وعمه وبياخدها إيميل، وبيقول لبيدرو إنه هيموتها لو ما ظهرش أمامه، وبيضطر يظهر بيدرو عشان ناتاشا، وبيأمره إيميل يرمي سلاحه، وبيضع سلاحه على الأرض لكن معاه القنبلة اللي أخدها من بيك، وبيطلب إيميل من ناتاشا تعمر له البندقية وتضع فيها الرصاص، وبيستغل بيدرو الفرصة وبيجري نحوه بسرعة عشان يهاجمه، وبينجح في مهاجمته قبل ما يصيبه بالبندقية، وبيهاجمه إيميل بلوح خشب بعد ما وقعت منه بندقيته، وبيتمكن منه بيدرو وبيضع له القنبلة في بنطلونه وبيجري، وبيخرجها بسرعة وبيحاول يوقفها لكنها بتنفجر وبيموت، وبتنتهي لعبة الصيد اللي ابتكرها إيميل نهائيا، وبيرتاح الناس غلابة من لعبته. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إذا عجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.